الكفر كل يوم ينسم وعبيه هواء، ينسم وعبيه هواء، ينسم وعبيه هواء. من يوم ما خلصت درفت في المقطع الأخير حق السبارو والوضع ما هو بخير. فيها رجة قوية، فيها نفضة، فيها صوت فلنجات، ما أدري إيش سالفة أمها. لكن بديت أكرهها وقاسية واللمبات كلها والعة بوجهي في التشيك انجن كبر وجهي. صراحة الوضع شوي دمار، يعني أكون لكم صريح، بديت أكره السيارة لدرجة إني كذا أطالع زبالة. الله يكرمكم، مطالع السيارة أحس إنهم لايقين شوي على بعض. واللي قاعد يسوي الحين محاولات يائسة اني ما اكره السيارة زيادة. انا طفشت قاسية يا جماعة الخير. السوبارو قاسية بشكل مزعج طبعا، وانا سمين والكرسي بوكيت سيت ضايق يعني. والله لي فترة جنوبي توجعني من الكرسي مع القساوة. طبعا اذا الشارع ناعم ما في شيء امور تمام، لكن حفر مطبات يا رجال عيون والله حجرة صغيرة في الارض اني احس فيها. طبعا ما احس فيها ضايقني، لكن احس فيها بالسيارة نفسها. يعني وكالة ترى كل شيء فيها، مساعدات وكالة، كل شيء وكالة. كذا مشكلة الموضوع يا شباب، ما ينفع. ف لعل وعسى الحين تزين الامور. خلينا نشوف، ماني بعطيكم فيدباك الان اول ما اركب، بعد كم يوم. وهذه أول خطوة، بغير كفرات السيارة يمكن تصير ألين شوي وأحبها. هذا هو من شركة رودكس، شركة صينية، كفراتهم رخيصة ولكن جدا جدا ممتازة. طبعا المقاس حق البلد 245 40 18، انا طلبت 245 45 18. رفعت الجدار شوي، لعل وعسى السيارة تصير اريح لاني خلاص طفشت منها صراحة. في معلومة عن جنوط السوبارو الاس تي اي تحديدا، تراها من شركة انكي. طبعا انكي شركة تعديل، واكيد تعرف هذه العلامة، شايفينها؟ شركة يابانية هي. والجنط سوبارو بلد يعني وكالة، لكن من شركة انكي هي اللي تصنع الجنط هذا. يمكن ما ادري الديزاين عندهم ولا لا، ما اعرف، ولكن جنطها جميل صراحة، وما احب ولا اتخيل اني بغيره الى جنط ثاني. يمكن بغيره اذا بعرض كفر بعدين، مع اني ما اظن، بس يعني حاليا هذا الشكل جدا جميل. طبعا هذه كفرات كانت على السيارة قبل. طبعا شوفوا كيف التشققات اللي فيها. خلي يسوي فوكس. ايوه هنا تعرف الكفر خلاص قاعد يودع. في الكفر اللي كان جهة السواق هنا كل يوم ينسم، كل يوم انفخه شوي، فتحملته شوي لين نزل راتب، والحين بغير كفرات. لكن كل يوم ينسم، السيارة قاعد تحدث زي ما شفتوا، فخلاص مرقع الكفرات. وموديلها 23، حان الوقت خلاص. الموضوع صار خطر، ولا ودي تقطع بالسيارة. ما فيها سبير، ما في مكان للسبير في الشنطة، وما يجي من الوكالة اصلا سبير، فخلاص وجب التغيير. بدك سنابي بعد؟ وش السيارة عندك؟ اكتب عزيز. خليني اكتب انجليزي. هو ما شاء الله عندك اضافات كثير والله. حاليا خايف منه انه ممكن الكفر يحك ورفرف. ما اتوقع كوقفه مشي عادي، لكن مع الحفر ما ادري ايش الوضع بيصير. كذا والله ماني فاك ابغى المقاس هذا الحين. يعني هذا اكبر مقاس اقدر احطه على السياره الان، والوضع تمام. نشوف ايش يصير. وزي ما قلت لكم في فيديو سابق، فيني ارفع السياره، بس ما ادري اذا بصمم ولا لا. هذه السياره ذي قاسيه جدا جدا. كذا هذه هي الخطوة الأولى، غيرت الكفرات إلى رودكس. كلفتني الأربع كفرات 880 ريال تقريبا مع الضريبة. طبعا هذه الخطوة كان المفروض من زمان نسويها، من يوم ما اشتريت السيارة، بس عاد يلا جت مع الحين. السيارة هذه من السيارات اللي ما تدري وش تسوي فيها. ما ادري ايش اسوي فيها. كارهها يا جماعة الخير، كارهها، بس نفس الوقت احس اني ما ادري، ماني قادر. بين نارين يا جماعة الخير. بس بنفس الوقت الى الان انا ما اقدر اشرب كاسة قهوة وعصير في السيارة وانا مرتاح، مستحيل. ما هي عشانها قاعد عادي، لا، لانها تناقص الى الان. بس يعني احسن من اول، بس الى الان تناقص. شغلة واحدة بس مخليتني مستصعب اني استغني عن السيارة هذه، او الى الان مستبعد سالفة اني ابيعها. ان السيارة شكلها حلو، سيارة ملفتة، سيارة نادرة في الشارع، الا في الاستراحة. اذا قربت من الاستراحة راح تلقى أربعة، يعني مع سيارتي في 4. هذه النقطة الوحيدة اللي مخليتني شوي اتمسك فيها، يعني وافكر تفكير اخر.
الخطة الثانية اني اشتري لي سيارة خردة، مالي اللي كذا صراحة ما اقدر اشتري سيارة جديدة هذا اكيد الا ذبعت هذه ممكن، لكن عدا عن ذلك الموضوع شوي صعب. ف ابيكم تقترحوا لي بالتعليقات وش السيارات اللي ممكن القاها يعني رخيصة، ممكن حول 20,000. خلنا نشوف كان في شيء انا ما اتذكره. ولازم تكون سيارة مريحة، مو مهم سيارة قوية، لازم تكون اوتوماتيك، لازم يكون معروفة ان مكيفها صاروخي، مكيف يعني احنا حتى قاعد اتاتئ انا الحين من قوة الحر اللي احنا فيه. ما عليكم من كلامي قبل شوي، قلت انا قاعد بس افكر بصوت عالي. حاليا هي الخطوة الثانية من محاولتي اني يعني احب السيارة مرة ثانية، وديتها ورشة 6 سبيد. ابي انفض ام السيارة من الى. هذه السيارة جبناها ورشة 6 سبيد شباب. طبعا كنا ننتظر الاخ القوي هذا اسمه شهزاد، هذا عراب السوبارو في السعودية، ميكانيكي قوي ما شاء الله. فحص يعني نظري كذا مبدئي بس. يعني اول شيء انا شاك كرسي الماكينه، طبعا هو اكيد المكسور يعني عقب الدريفت اللي صار في ضراب الماكينه. لو تلاحظوا شوف الكولر من هنا، شوف القاب اللي هنا وشوف القاب اللي هنا مايل بكير يسار، فاكيد ان شيء مكسر هنا. التشيك انجن من السلولويد هذا تحت الحديده ذي، والحين مشيك اتاكد 100% لان التشيك انجن في احتمال منها. هذه اقوى شيء حاليا في السياره الحمد لله يعني. وهذه هي نهاية النهاية. يدخل ورشة يقول اسمه شهزاد، بالله شوف سوي تشيك كامل، اي شيء انت صلح. والله يا جتني لسته يا جماعة الخير، يا الله والله كنت متوقع يعني ماكسيموم بدفع 1500 إلى 2000، لكن اللسته مع شغل يد مصيبة كبيرة يا شباب. خلونا نقرأ اللسته سوا. صوفة عكوس أمامية يمين يسار، صوفة جير خارجية، كراسي ماكينة، أذرع الدودة. طبعا كراسي ماكينة اتفقنا عليها خلاص. أذرع الدودة داخلية وخارجية، مسامير توازن أمامية، جلد عمود توازن أمامية، أعوذ بالله، وجه إخطاء بلوف يمين مع ربلات بواجي، لي زيت دركسون رايح من الطرمبة إلى العلبة، لتر زيت جير لتر زيت دركسون، قفيز لي راديتر. هذا غير حيركبوا لي الدم بابي الموجود في الشنطة اللي ما وردتكم إياه ولا أحد يدري عنه. في دم بابي معي بركبه إن شاء الله. والله مشكلة يا شباب. هذا سوبارو كل التوتل إلى الآن حوالي 3.5، بس مع شغل اليد وكرت الشهرة ما ينفع مع 6 سبيد، الله يهديهم. بس بعد ما جتني اللستة هذه قلت تدري خلني أروح الورشة وأصور يعني لقطات وما لقطات، وليتني ما رحت. ما في سموذ ها؟ اي ما في سموذ والله مشكلة. جلد خربانة ولا كل المقص؟ طب نقدر نركب بيوثرين هذه أبيض هذا، حتى فلتر الماكينة طلع سواد الليل جلاب الهموم، لكن نغيرها إن شاء الله. المشكلة الأكبر من السيارة هذه يعني ماني ناوي استخدمها استخدام عادي حتى، فاحتاج اني اي شيء يلقاه خربان لازم اغيره، خاصة الاشياء الصغيرة هذه. فيلم في السيارات اللي زي السوبارو كل شيء لازم يتصلح. ف الله يعين الاكتشافات الجديدة هذه بتسوي مشكلة في الميزانية. إذا كنت تحس الموضوع انت هنا، فأنا رجعت الورشة على فاتورة أكبر الحين. هذه المرة الثالثة اللي أرجع فيها الورشة. الله ييسر إن شاء الله إنهم يراعوني، لأني بتنتف شعري. شوف شعري كيف صار. دخلت الورشة وشهزاد كان قاعد يعطي اللمسات الأخيرة اللي هو السولانويد هذا اللي كان مسوي التشيك انجن. عموما الفاتورة اللي طلعت يا جماعة الخير شيء يضيق الصدر صراحة. يعني للأمانة هي أشياء كثير تجمعت وفلمت فيني. فاتورة خنف الشهرية ما كانت في الحسبان أبدا. من قوتها ما راح أكمل فيديو.
طيب كذا الحين فاتورتنا التوتال مع الكفرات 5980 ريال شامل الضريبة. طبعا السيارة طلعت المرشة، والمقطع الجاي بعطيكم الابديت. شكرا جزيلا حسن المتابعة ويعطيكم العافية. ومقطع دراما صراحة، ماني براعي دراما، ولكن السيارة خلتني أصير درامي مرة، حتى بالمونتاج درامي.